اللي حاسس ان ربنا معاه البشر بالنسبه له هوى. يا مساء الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ طمنوني كده عليكم، عاملين ايه في الجو؟ دايما تبقوا بخير وباحسن حال. عايزه اقول لكم يا مساء النشاط بقى ويا مساء الحركه كده والشغل في البيت. لازم نتشجع ونخلص كل اللي ورانا، لان شغل البيت فعلا ما بيخلص، هو يخلص علينا بس ما بيخلص، واحنا مضطرين نقوم ونعمل كل اللي ورانا. قلت كده اكمل معاكم تنظيف عميق للمطبخ. انا مش بحب اطول عليكم الفيديوهات عشان ما حدش يزهق، بحب انزلكم الفيديو مثلا 5 دقايق كده ولا حاجه عشان ما يكونش فيه زهق او ملل. فاللي ما شافش بقى الجزء الاولاني في تنظيف المطبخ هسيبه لكم في اول كومنت مثبت عشان اللي حابب يشوفه. وطبعا ما تنسوش اللايك واشتراك كده في القناه، واهم حاجه تفعلوا زرار الجرس عشان خاطر اي حاجه انزلها يجيلكم بيها اشعار. بصوا بقى انا النهارده عملت ايه. دخلت على البوتاجاز، بعد اي حاجه بمسحه كده على طول، بس لما بكون هعمل تنظيفه عميقه ليه ممكن مثلا اسيبه كده يومين اكبر دماغي منه عشان عارفه ان انا هعمله تنظيفه عميقه. فانتوا في الاول شفتوه تحسوا ان هو نظيف، بس هو على فكره مش نظيف، الكاميرا مش مبينه قوي. في طرطشه زيت، في مكان حاجات كده صغيره واقعه. اول حاجه شلت العيون، نقعتها كده في ميه سخنه بشويه صابون سيل وشويه خل، تمام، عشان برضو ادعكها على طول، لان ساعات مثلا بيقع وانا بعمل قهوه ممكن يقع شويه قهوه كده، ممكن شويه صلصه كده، في حاجات ممكن تكون لازقه. فنقعت العيون بشويه ميه سخنه وصابون سائل وشويه خل، تمام. اما الحوامل الزهر اللي هي تبقى ازمه للناس كلها، انا بحطها في فرن البوتاجاز واشغل عليها كده الفرن حوالي 10 دقايق تسخن، واجي اغسلها بتتغسل بمنتهى السهوله لان هي بتبقى سخنه، واي دهون عليها بتنزل بسرعه جدا. سطح البوتاجاز بقى والازاز اللي ورا انا بغسلهم يا اما بسبونشه يا اما بسلكه عادي وشويه صابون سائل، يعني مش بافور فيهم، وممكن احط شويه خل كمان. وما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو بيلمع ونضيفه زي الفل، لان انا ايدي فيه على طول، مش بسيب الحاجه تتراكم عليه ولا الدهون تلزق فيه وكده، ولا اي حاجه مثلا تقع تتحرق عليه. لا، على طول اي حاجه تتدلق بمسحها اول باول، مش بسيب الحاجه تتحرق عليه. كمان في جزء مهم جدا، الفتحات اللي هي بتبقى جوه العيون دي طبعا دي لازم تتغسل لان ساعات بيقع فيها حاجات برضو. فانا غسلتها كويس بالسلكه اللي انا بمسحها دلوقتي دي، وبعدين بنشفها كويس بالفوطه لان طبعا بيبقى واقع جواها صابون سائل بقى وميه وكده، فلازم تنشف كويس. فنشفها كده كويس، وبعدين لما جيت ارص بقى الحوامل والعيون البوتاجاز في جزء مش عارفه ما تصورش ليه. فالمهم ان انا حطيت الحوامل والعيون هنا، وكانت البوتاجاز الحمد لله زي الفل. دخلت بقى على الجزء اللي ورا البوتاجاز، طبعا شديت البوتاجاز ونضفت وراه. انا هنا كنت رشه شويه صابون سائل بشويه خل على الشباك زي ما انتم شايفين كده، وهسيبه كده 5 دقايق ولا 10 دقايق واغسله على طول. بصوا على فكره الحيطه فيها طرطشه زيوت وفيها حاجات دهون لازقه وحاجات، بس هي مش باينه في التصوير. المهم ان انا طبعا نضفت كل الكلام ده. عملت الشباك وعملت الظرف اللي جنب الشباك، بس صراحه ما عملتش الشفاط، هعمله وقت تاني لان انا كنت حاسه ان انا اتخنقت كده من ريحه الصابون السائل والكتمه وكده، وانا اصلا ممنوعه من ان انا اشم اي منظفات عشان الجيوب الانفيه. فكنت حاسه ان انا تعبت، فقلت لا مش هعمل الشفاط دلوقتي، بعمله وقت تاني. بصوا بقى الحيطه اللي ورا البوتاجاز ما شاء الله ما شاء الله زي الفل اهو. اعملها بالسلكه بصابون السيل وشويه خل زي ما انتم شايفين. وكمان الجناب اللي هي لونها اورنج دي جناب المطبخ من ناحيتين، برضو بيكون فيها طرطشه زيت طرطشه صلصه اي حاجه، طبعا بتبقى متبهدله خالص. فعملتها برضو كده الجنبين دول، وعملت الارض، وعملت كمان الخرطوم بتاع الغاز. المهم ان الجزء اللي ورا البوتاجاز ده اللي هو بيبقى تقيل على قلبي صراحه، شدت البوتاجاز وان انا انضف وراه بحس ان الموضوع تقيل. مش عارفه كل الناس زيي ولا انا لوحدي. بس انا بحاول اسهل على نفسي، يعني انا ممكن اعمل كل حاجه في يوم، يعني ما كربست الدنيا فوق دماغي ولا انا احسس نفسي ان انا لا اقوم على المطبخ دلوقتي لازم اخلصه من فوق لتحت. يعني انا ممكن اعمل اللي انتوا شايفينه دوت في يوم، اعمل مثلا الجنب التاني في يوم، يعني عادي براحتي. كمان انا مسحت الارض كده بعد ما كنت رجعت البوتاجاز مكانه. طبعا كان في بهدله بقى لان انا مسحت كل الميه على البيبه دي اللي كانت من ورا البوتاجاز، ونضفت الارض كويس ومسحتها ببريكس، طبعا بريكس بيخلي كده المكان جميل وريحته حلوه قوي. كمان حطيت كده الستيكر ده على ظهر البوتاجاز ورد كده، حسيت ان هو يديني احساس ان انا نضفت البوتاجاز والمطبخ، ومش هطول يعني ممكن كده كام يوم واشيله، ان انا صراحه بقلق منه. وفرشت كمان سجاده المطبخ، بيني وبينكم هي عايزه تتغسل بس انا ايه حطيتها، وان شاء الله كده ايه يعني ممكن كام يوم ابقى اشيلها اغسلها. وكمان مسحت ظرف المطبخ كده من بره، هي الظرف من جوه الحمد لله مترتبه، فلمعتها كده من بره بس. وكده الحمد لله المطبخ معايا نضيف وزي الفل. في حاجات هعملها كده مع نفسي زي تنظيف التلاجة وحاجات زي كده. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا وتشجعتوا كمان معايا. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.